حسام حضرتك قول الو. الو الو اهلين. الو كابتن حسام، ازي حضرتك؟ الحمد لله. انا محمد مصلحي. استاذ محمد والله العظيم، والله جيت على بالي، مش اقسم بالله جيت على بالي دلوقتي. حاج محمد وحشني. كابتن ازي حضرتك كابتن سيف؟ ازي حضرتك؟ طيب، ربنا يخليك. وبحييك على الحلقه العظيمه التاريخيه اللي اتعملها النهارده دي. وانا يعني اول مره انا اطلب ان انا اتصل وانا عامل المداخله. انا كلمت الكابتن مهيب على التليفون الخاص بتاعه، الموبايل بتاعه، وطلبت منه عن المداخله، وطلبت انه ما يقولش اسمي. ده شرف لينا يا فندم. شرف لينا. انا سعيد جدا يعني فعلا بتشرف بيك يا كابتن سيف، وبقول عليك ما شاء الله عليك. انت من يوم للتاني كل يوم بتعلى على مستوى مصر كلها. ربنا يخليك. من ذوقك يا فندم، من ذوق حضرتك وعلى شياكتك وعلى شكلك المحترم. ذوقك. فانا حبيت ان انا اعمل مداخله النهارده مع الكابتن حسام. بقول لك يا حسام، يعني مبروك على اسكندريه وجودك معانا. الله يبارك فيك. ومبروك للكابتن ابراهيم حسن تواجدكم معانا مع نادي الاتحاد. وانا كنت اتمنى ان انا اكون ارقص نادي الاتحاد وانت موجود كمدير فني نادي الاتحاد، انت والكابتن ابراهيم حسن والجهاز الفني اللي معاكم. انا اتعاملت معاك من حوالي 8 9 سنين او 10 سنين، وانا كنت موجود رئيس للنادي وانت كنت لاعب. ولكن انا عاوز اقول للشعب المصري كله ان انا ما شفتش احترام ولا ادب ولا اخلاق ولا رجوله في التعامل مع واحد محترم وكان لاعب هو الكابتن حسام والكابتن ابراهيم. تعاملت معاهم بطريقه شيك جدا، تعاملت معاهم بطريقه محترمه جدا. فانا بقول ان نادي الاتحاد كسب الكابتن حسام والكابتن ابراهيم والجهاز الفني معاهم جم في وقت صعب، ولكن ده لا يقل من قوه الكابتن طلعت يوسف، لا يقل من تواجد الكابتن طلعت يوسف نادي الاتحاد. اسم كبير، اسم محترم، وادى اللي عليه. ولكن انا عاوز كلمه حق ان الكابتن طلعت يوسف كميته مش ماشيه مع نادي الاتحاد. انا بتكلم مع واحد مسؤول نادي الاتحاد 8 سنين او 9 سنين رئيس للنادي، كميته مش جايه مع نادي الاتحاد ولا جماهير نادي الاتحاد. ولكن هو لا يقلل من شان الكابتن طلعت يوسف ابدا. اتمنى له التوفيق في النادي اللي جاي جديد او في اي عمل هو يخصه. ولكن انا بقول للكابتن حسام الحمل كبير، الحمل مش سهل، الحمل عاوز مجهود كبير، وانت اهل بهذا الثقه اللي ادالك مجلس اداره الدكتور محمود مشاري ومجلس الاداره اللي موجود. وكان في مكالمه بيني وبينك يا كابتن حسام، وقلت لك انت بتتعامل مع رئيس نادي محترم الدكتور محمود مشاري ومجلس اداره الموجود راجل محترم جدا. اتمنى له كل التوفيق. وانا بقول لحضرتك كل اسكندريه في ظهرك. وانا على المستوى الشخصي المحب لنادي الاتحاد ومحب لهذا الكيان المحترم، انا في ظهرك. وبقول لمجلس اداره نادي الاتحاد فعلا حسام قيمه كبيره، وانا متاكد انه هيعمل حاجه. ولكن جمهور اسكندريه يصبر عليك. شكل نادي الاتحاد ماتش امبارح على الزمالك شكل محترم، ودي بدايه البدايات بالنسبه لك. اتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله كل الخير لنادي الاتحاد هيجيبك ان شاء الله. دلوقتي يا حاج محمد مفيش عشوه زي بتاعت لندن كده في اسكندريه؟ ده انا بسعد بيك، ده انا اتشرفت بيك يا كابتن. انا بصراحه كتير انا اتشرفت بيك ومعرفتك المحترمه، وانت فعلا كل ما اقرب منك بحس بيك قد ايه راجل شيك وراجل محترم. وانا يعني بقول لحسام يعني اتمنى كابتن سيف حضرتك هنا في اسكندريه. شرف ليا ان شاء الله في اسكندريه هنا مع وجود النجوم الموجودين، واتمنى كل التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. يعني بتمنى لحضرتك كل التوفيق وبشكرك شكرا جزيلا. الحاج محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السابق، من الشخصيات الحقيقه المحترمه جدا اللي كل ما اطلع الهوا بشيد بيه. يعني الراجل الحقيقه دايما بيحب نادي الاتحاد، بيشيد برئيس نادي تاني، مسك المئويه، عمل شغل كبير جدا. شخصيه الحقيقه محترمه يعني. انا فعلا جه في بالي، انا كنت اثناء الفاصل كنت عايز اقول من الحاجات اللي انا شفتها اثناء اصل مش هقول مفاوضات، ما حصلش مفاوضات، ما لحقناش. ان انا لقيت رئيس نادي سابق على التليفون مع رئيس النادي الدكتور محمود مشاري. فانا اتفاجئت ان الاستاذ محمد مصلحي العلاقه قويه جدا برئيس النادي الحالي. فانا استغربت، قلت ما بتحصلش كتير في مصر. فانا قد ايه من الحاجات اللي هي فعلا طمنتني ان المجال هناك او المكان هيكون فيه مهيأ للعمل، ومحتاجين بس توفيق ربنا. لان فعلا المكالمه دي حصلت اثناء وانا قاعد مع الدكتور محمود مشاري. الاستاذ محمد مصلحي مساند كبير جدا لمجلس الاداره، ومساند كبير لينا ونادي الاتحاد. فان شاء الله يعني الجو ده والروح دي ان شاء الله يكون يا رب ان شاء الله. معلش حضراتكم اعذرونا بقى التليفونات، يعني الناس سيل من التليفونات الحقيقه. استاذ محمود من القاهره، مساء الخير. او استاذ محمود من الجيزه. عليكم. عليكم السلام. استاذ محمود ازيك؟ كابتن سيف ازيك يا كابتن سيف؟ ربنا يخليك. ازيك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ الله يخليك الله يخليك. كابتن ابراهيم اهلا وسهلا بيك، اتفضل. بابان اهلا وسهلا.
اهلا بيك. كابتن حسام، احنا جمهور الزمالك صدقني ما فرحناش امبارح، يعني انا كتبتها على الفيسبوك، فرحه الفوز على الاتحاد مليئه بالحزن. حسام حسن، انت في قلوب معظم الزملكاويه ما كانوش كلهم، تاريخك من حدث ولا حرج، نتمنى لك التوفيق مع نادي الاتحاد. ربنا يخليك. سويه هناك، يعني مش عارف اقول لحضرتك ايه، والله انا فرحان والله انا سعيد. كلام محترم جدا، تستاهل عليه كل التحيه يا فندم. بنشكرك شكرا جزيلا. استاذ علي من القاهره، مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، ازي حضرتك؟ منور يا حسام، منور يا ابراهيم، انا علي البربري يا حبيبي. يا علي، ازيك يا حبيبي؟ منورين الدنيا. ربنا يخليك يا باشمهندس. ربنا يخليك يا حبيبي. والله انا عاوز اقول رساله بس لجمهور الزمالك وجمهور مصر كلها، افكر بس الناس بحاجه. حسام حسن يا جماعه في المرحله الاولانيه ما كان ماسك في نادي الزمالك، كان له مستحقات 360,000 جنيه. انا بتنازل عنها لخاطر حتى عمال نادي الزمالك. كان عامل عقد لمده سنه بالجهاز الفني معاه بالكامل، عقد رسمي باجتماع مجلس اداره كامل موقعين عليه الكابتن مستشار جلال ابراهيم، زي اي واحد من هم بيقولوا احنا اولاد نادي الزمالك، اللي بعد ما بيتخرجوا من نادي الزمالك بيروحوا يشتركوا نادي الزمالك. كان بسهوله جدا خد عقده لمده سنه كامله. كابتن حسام حسن على الهواء في قناه الحياه مع الاستاذ معتز قطع العقد وقال انا متنازل. حسام للاسف، ودي يمكن هم عارفين، انا وكل اللي حوالينا كنا ضد رجوعهم. حاجات كتير قوي، هم هناك مرتاحين، استقرار، يعني احنا كمان مرتاحين، يعني هم مرتاحين واحنا مرتاحين. احنا بننام مرتاحين، احنا دلوقتي ولا بننام فتره الزمالك ولا كنا بننام ولا كنا بنرتاح. وللاسف ناس متسلطه عليهم حتى في المواقع، يعني ناس جايه عايزه تساعد، ناس سايبه. وضع غير طبيعي، هيلعب بطوله قاريه. لو هنتكلم حتى كعصر ماديات، سايبين ماديات مختلفه عن الماديات اللي هياخدوها في نادي الزمالك. هم والجهاز الفني معاهم بالكامل كمان. طبعا وصلت يعني انا عايز اقول حاجه، في سؤال بس دايما الناس بتسالهم، وفي ناس بتحب تصطاد في الحته دي. لو اتعرض عليك النادي الاهلي، هل في مدرب محترم في العالم لو جبت مثلا كابتن محمود ابو الجيل او الدكتور محمود سعد، قلت لهم كابتن لو اتعرض عليكم النادي الاهلي ترفضوا؟ تفتكر حد منهم يقول ارفض؟ ادبيا عيب يقول ارفض، ادبيا عيب. عيب، يعني هو الراجل يقول لك انا تحت امر. يعني وجهه نظرك يا فندم كلها وصلت. بشكرك شكرا جزيلا استاذ علي. واضح ان استاذ علي معرفه وعارف. دي النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها. هناخد اخر حضرتك تليفون. استاذ كريم من القاهره، اتفضل. مساء الخير يا كابتن سيف. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ بمسي على التوأم كابتن حسام وكابتن ابراهيم. اهلا بيك. اهلا وسهلا. وحزين على رحيلكم يا كابتن والله، وبتمنى لكم التوفيق ان شاء الله مع نادي الاتحاد السكندري، وتكسبوا النادي الاهلي بقى ان شاء الله. يا رب يا فندم. بنشكرك شكرا جزيلا استاذ كريم، نشكرك شكرا جزيلا. في حد تاني؟ استاذ علاء من القاهره، اتفضل استاذ علاء. طيب اتكلم بقى مع كابتن حسام كلمتين، ربنا يهديكم عشان خاطري. واضح ان في علاقه استاذ علي يعني. لا المهندس علي ده يعني اخ مهم جدا بالنسبه لنا، وزي ما بقول لك هو وجودنا في مصر تعبه. ان هو من الناس اللي هي بتزعل من المواقف اللي بتحصل معانا. راجل هو يمكن اكتر واحد بيرد. يعني انا ماليش في الفيسبوك ولا ليا، فهو دايما الناس المحبين اللي موجودين حوالينا هو اللي بيبقى فيه تواصل معاهم. وفي نفس الوقت اي حاجه بتحصل معانا زي المواقف اللي حصلت، او في ضغوط، او في ان احنا كنا في الاردن او جينا هنا، كل الكلام ده كان شايف ان الافضل ان احنا نكون بره مصر. فلما جينا تعب زياده من حته الكلام اللي بيحصل والموقف اللي حصل في الاخير في وجودنا في نادي الزمالك. فهو بيتكلم من نابع ان هو كان خايف على مصلحتنا، وفي نفس الوقت انا بحييه على تعبه معانا. وهو فعلا اخ، رغم ان احنا مش اشقاء لكن اخ كبير جدا. وده اهم حاجه، ان انت في الزمن ده ما تلاقيش، صعب ان انت تلاقي صديق يا سيف طبعا في الزمن ده بيحبك من غير مش عشان حاجه طبعا. بس فهو هذا الموقف. حاضر. اخر تليفون ان شاء الله. استاذ اشرف من حلوان، مساء الخير. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، ازي حضرتك؟ كابتن سيف ازي الصحه؟ اتفضل. كنت عايز اسلم على كابتن حسام وكابتن ابراهيم. مع حضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا كابتن. اشرف نصر معاك من حلوان. اشرف ازيك حبيبي؟ ازيك يا كابتن؟ ده والله انت وكابتن ابراهيم والله. يعني
اتربينا سوا. العيله دي كبيره قوي يا كابتن. العيله لا يعني حبايبكم كتير ما شاء الله. طب استاذ اشرف حضرتك تقول ايه للكابتن حسام والكابتن ابراهيم على الهوا؟ عايز اقول لك يا كابتن سيف ان كابتن حسام وكابتن ابراهيم انا اعتبر متربي معاهم. واخد بال حضرتك؟ شيء جميل يا فندم. والناس دي من الناس اللي بتحب مصر جدا وبتحب الكوره جدا. وانا بتمنى لهم كل خير يعني ان شاء الله. طب احنا دلوقتي عايزين طلب من حضرتك بقى، انت بتتابعنا كل جمعه ولا المره دي عشان كابتن حسام وكابتن ابراهيم؟ انا بص يا باشا انا بشجع حسام وابراهيم بس كده. يعني لازم اجيبهم كل جمعه عشان تتفرج علينا؟ والحقيقه والله ولا ليا في الاهلي ولا ليا في الزمالك. معلش ضيفنا. انا بشجع كابتن حسام وكابتن ابراهيم. ضيفنا عندك ان شاء الله كل جمعه ان شاء الله باذن الله، نوعدك يعني يكونوا معانا على التليفون كده يعني. بشكرك شكرا جزيلا استاذ اشرف. استاذ خالد من القاهره مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام استاذ خالد مساء الخير. ازيك يا عميد؟ اهلا بيك خالد. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا كابتن ابراهيم؟ ازيك؟ انا طبعا يعني بقول مش عاوزكم تزعلوا، والحمد لله احنا متفاهمين، وبنشكر قناه الحياه على البرنامج الجميل ده. بصراحه مصر كلها قاعده بتتفرج عليه، وان شاء الله ربنا هيعوضنا باذن الله. يمكن الاستاذ علي قال لي انتوا تعبنا وانتوا هنا، وربنا يعلم انا تعبان اكتر منه قد ايه. طبعا انتوا عارفين انتوا اخواتي، والحمد لله احنا متفاهمين. كل اللي بيحصل جوه نادي الزمالك ده حقد وغيره من كتر البطولات اللي عندك يا كابتن حسام انت وابراهيم. لان كل انسان لو حط نفسه على الميزان وقاس بطولاته هتيجي بطولاتك انت يا كابتن حسام وكابتن ابراهيم قد كل البطولات بتاعتهم. شكرا استاذ علي، بشكرك شكرا جزيلا، بتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله باذن الله. طيب استاذ علاء من الشرقيه، اتفضل يا استاذ علاء. الو السلام عليكم، تحياتي لحضرتك كابتن سيف زاهر المحترم، ربنا يخليك يا فندم، لكل مشاهدي قناه الحياه المحترمه. وطبعا احنا سهرانين للصبح عشان خاطر نجوم مصر اللي امتعونا واللي ادونا كتير جدا. وعلى فكره انا كنت عامل مداخله قريب جدا كنت بقول فيها مع الكابتن احمد شوبير، بقول ان حرام اللي بيحصل في ابراهيم وحسام ده مع حفظ الالقاب. طبعا حتى الكابتن ابراهيم كلمني، قعدنا نص ساعه نتكلم وقال لي علاء بص احنا هنقول حاجه صغيره، دي حاجه مكتوبه واللي ربنا كاتبه لنا هنشوف. ولقيت الناس بتتكلم محترمه مع انهم يعني طلعوا بطريقه ما تليقش بحسام ولا ابراهيم مع حفظ الالقاب يا كابتن سيف. لقيت الناس تسامح عندهم وطيبه عندهم، ودي مش حاجه جديده على حسام ولا ابراهيم. بس انا عاوز اقول حاجه على الهوا والنبي يا كابتن سيف تديني الفرصه بس. اتفضل يا فندم بس عشان وقتنا. طب انا اسف، انا اسف يا فندم معلش والله، انا كنت عايز اديك الوقت بس انا الوقت مش بتاعي.